ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. حابب النهارده جاي اتكلم معاكم شويه عن ماتش الاهلي وسيمبا في الدوري الافريقي. خلينا نقول كده ان الماتش قوي جدا 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 النهارده. بس قبل ما نتكلم عن الماتش، حابب كده اقول يا رب كده مع اخواتنا في غزه، وان شاء الله يعني الدنيا هتعدي على خير، وان شاء الله احنا معاهم والله، وبايدينا ولو بايدينا عامه انا اول واحد اكون هناك. والله ما بهزرش خالص وبتكلم بجد. وان شاء الله الدنيا هتعدي على خير، والمحنة دي هتعدي، والارض عربية والقدس عربية. ونبدأ بقى ايه كلامنا الاول بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده عندنا كلام حلو شوية. ماتش انا للاسف كده بعد 1-0 بتاعت الاهلي الشوط الاول قلبت شوية كده عشان اتفرج على ماتش السلة بين الاهلي والزمالك، ورجعت تاني لقيتها 2-2. ففي حتة كده فاتتني اللي هو من الدقيقة 45 للدقيقة 63. فكان واضح ان اللي هو فاتني يعتبر الجزء الحلو جدا في الماتش. خلينا بس نبدا الاول الماتش ان الاهلي لعب ب 4-3-3 العادي بتاعه جدا، اللي هي بنلعب ورا بالشناوي، بنبدا باربعه في خط الظهر اللي هم من اليمين للشمال كده، او خلينا من الشمال عامه. كريم الدبيس اللي لسه راجل ناشئ وبرده بشوف فيه لعيب حلو وممكن يجي منه، بس لازم تصبر عليه شويه. تلعب اتنين في قلب الدفاع، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. بتلعب الناحيه التانيه بمحمد هاني. بتلعب في 3 في نص الملعب النهارده طبعا عشان الإصابة اللي راجع منها إمام عاشور، وهو كان بيريح كمان مروان. فبدأ بديانج وجنبه كوكا، وبيلعب قدامهم يعتبر اللي هو بيزيد محمد أشرف رؤى. وبيلعب قدامهم بعد كده ب3 شمال ويمين بيرسيتاو ورضا سليم، وبيلعب قدامهم كهربا. خلينا نقول بقى كده ان الاهلي نزل الطبيعي بتاعه بيفرض شخصيته، بيلعب الكره الطبيعيه بتاعته اللي هو انا بلعب هاجم وههاجمك من الاول. الاهلي ضيع كتير جدا 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 في الشوط الاول، كان ممكن يخلص الماتش اصلا من اول الشوط الاول، مش من ال1-0 اللي عملها رضا سليم. فاجئ الاهلي ان الفرقه الثانيه، او خلينا نقول ان المدرب البرازيلي بتاعهم راجل كان مذاكر الاهلي قوي، وكان بيلعب على فكره ان انا هلعب ما بين خطوط الدفاع، ما بين الخطوط بتاعتك، ان انا هلعب ما بين كل خط وخط لازم اكون مسقط لك حد وهلعب عليه. ولازم هتلاقي دايما دايما في ما بين كل خط وخط في لعيب بيتحرك كده هياخد يستلم الكرة ويبدا يسلم، حتى لو هيرجع تاني ونلعب برضو نفس اللعبه. فالاهلي كان بيتضرب بالنقطه دي. النقطه الاهم بقى ان الاهلي اتفاجئ ان الفرقه اللي قدامه بتلعب على السرعات، وكان رامي طبعا راجل الفيرود بتاع رامي ربيعه، لان رامي ربيعه بطيء بشكل عام هو وياسر، فكان بيلعب عليهم هما الاثنين. فالاهلي بدا يلعب بفكره ايه، هلعب الطويله لرضا سليم من ورا، او من الناحيه التانيه لبيرسي تاو، او ان انا هجمع لعب عند رضا سليم والعبها عند بيرسي تاو. وهو كان بيلعبها اكتر على بيرسي تاو لان بيرسي تاو اسرع. الاهلي راح كتير جدا جدا جدا، ضيع اكتر بكتير زي ما قلت لكم في الاول. شوط اول كان حلو من الاهلي، كان الاهلي فايق، كانت الفرقه اللي قدامه كمان نازله خايفه على ارضها وسط جمهورها، بس كانت نازله خايفه. بتلعب بطل افريقيا السنه اللي فاتت، فطبيعي لازم هتنزل خايف مع سكواد مرعب. خلينا نقولها كده، الاهلي احسن سكواد حاليا سواء في افريقيا بالنسبه لي كسكواد وكاسامي. في لعيب في فرقه تانية زي مثلا سان داونز عندها كواليتي لعيبه تقيله تقدر تلعب. عندك زي الوداد برضو عندهم اسماء، وعندهم في نفس الوقت فرقه كمجموعه مع بعض. لكن الاهلي كسكواد هو اتقل سكواد كاسامي موجوده في ابطال افريقيا بشكل عام، او في افريقيا بشكل عام كله. فالاهلي بدا يلعب بفكره ايه، هلعب الكره دي لحد ما جت كره كده بالغلط اللي هي دب دب، قعدت كله بقى بيلطش في بعضه لحد ما الكره جت لكهربا لعبها رضا سليم حطها، جه الجون الاول وخلص الشوط الاول. خلينا نبدا بس ان الاهلي بدا يلعب في الشوط الثاني على فكره الهجمات المرتده، لانه لقى نفسه. انا بتكلم من الجزء اللي انا شفته بعد الدقيقه 63 لان انا ما اتفرجتش على الحته دي، بس عامه انا شفت الاجوان في الاخر. هو الاهلي عنده مشكله في الضربات الراس او الضربات الحره بشكل عام اللي بتتلعب عليه، فلازم كولر يبدا يعالج الحته دي. تاني حاجه، الفرقه اللي قدامك فرقه مش باكيه على حاجه، انا حاسسها ان هي لعيبه غشيمه قوي بتخش، بس للاسف هم عندهم سنه في تقل الكوره. يعني الكوره بتفضل في رجل اللاعب تقيله سنه، لو زودت ودست كان ممكن برضو يروحوا كتير قوي على الاهلي. بس هم للاسف تقال على الكوره، وخوفهم من فكره ان انا اروح اهاجم الاهلي دي مشكله عندهم خلتهم النهارده يقفوا على 2-2. بانت بعد 2-2 بقى فكره ان هم لما بداوا في اخر الشوط، لما بداوا يشوطوا على الاهلي وبداوا يروحوا، الكره اللي جت في العارضه والشناوي طلعها غلط، فالكره اتردت في قلب ال6 ياردة، لولا ان هي بعدت عن رجل اللاعب كانت جون. خلينا نقول برضو ان التغييرات بالنسبه لي اللي عملها كولر ما حسيتش بقى فرق خالص، يمكن بس حسين الشحات شويه، لكن الباقي كله مروان طبعا في نص الملعب. لكن انا بتكلم الباقي اللي نزلوا اللي هم سواء اسمه ايه، حاجه محسن وطاهر، الاتنين ما فرقوش معايا بحاجه، ما حسيتش باختلافات خالص خالص بالمعنى.
طبعا اللي فرق بالنسبه لي شويه حسين الشحات، برده ما كانش احسن حاجه بس فارق، واخد وقعد يروح ويودي ويباصي ويشوط كذا كوره. والناحيه التانيه مروان طبعا ماسك كوره في نص الملعب، بيقطع هجمات نص هجمات للفرقه اللي قدامك. بس بغض النظر عن كل ده، اللي انا عايز اوصله في النقطه دي ان الاهلي شايل لعيبه كتير من الاساسي اللي بيلعب بيهم، حوالي 6 7 لعيبه، وبرده ما بيتاثرش، اللي قاعد بره زيه زي اللي جوه. فدي ميزه، ده سكواد قوي قوي جدا للنادي. خلينا نقول ان هو ماتش كان حلو، ماتش كان قوي جدا من الاهلي. الاهلي بدا يلعب على فكره زي ما قلت لكم الكونتر اتاك مش في الشوط الثاني، وبدا يلعب على فكره ان انا هلعب برضو من القلب وهلعبها لقفشه، وقفشه يبدا يوزع. فكانت دي بالنسبه للاهلي سيلينج بوينت كويسه، ان انت بتبدا تلعب او بتفضي مساحات لقفشه، بحيث ان قفشه لما يستلم او رضا سليم بقى من الناحيه الثانيه لما يستلم، انت بتفضي له مساحات بتخلي الناحيه الثانيه الناس بتجري. او لو قفشه بيستلم من القلب بتبدا تطيره الوينجات كلها، فبيبدا يلعب للوينجات، او لكهربا اللي بيستلم منه بيبدا هو برده يلعب الوينجات. فالاهلي فضل يلعب على الحته، او اكتر الاهلي كان بيلعب اكتر على الكونتر اتاك، ان انا بعد 2-2 انا مش عايز افتح، لان الفرقه اللي قدامي سريعه وبتروح وعندها كوره كويسه مش وحشه، بس هي ده اللي عنده فيه عيب شويه عندهم، ان هم تقال جدا على الكوره. فانا مش هفتح معاهم قوي، لا انا هخليني ورا وهلعب الكونتر اتاك بتاع الثلاثه اللي عندي، واللي بيجي من وراهم بقى سواء مين بقى اللي بيطلع، لان اوقات ديانج اللي كان بيطلع، واوقات كان قفشه اللي كان بيطلع، واوقات لما مروان نزل كان هو اللي بيطلع. فدايما كان في 2 بيبقوا ثابتين وواحد تاني طاير. فالاهلي كان بيلعب على النقطه دي او اللقطه دي لحد اخر الماتش. طبعا صلاح محسن ضيع اهم كوره انفراد في اخر الماتش، كوره سهله جدا كنت ممكن تحطها من بدري جدا وانت رايح من الانفراد. الجون بتاعهم يا جماعه فرقه الجون بتاعها واقع، والاهلي انا متاكد هيجي هنا 2-3-0 مرتاح. فرقه مش احسن حاجه، بس الفرقه دي ممكن تبغت الاهلي. الاهلي لازم يراجع نفسه في الكور اللي بتتلعب عليه في الضربات الحره والضربات الركنيه، لان هي جت منهم اجوان. والاهلي برضو على فكره في الدوري بيعاني منها بشكل عام، بس طبعا مع اختلاف الكواليتي في الدوري وبره. الاهلي لحد دلوقتي لسه ما قابلش حد بمعنى حد تقيل قوي في الدوري غير المصري، مش تقيل قوي قوي برضو، بس المصري كان بالنسبه لنا ان الطرد ياسر باهر المحمدي، فكان الموضوع ايه في المراجيح شويه. بس عندنا يوم الثلاث ماتش حلو النادي الاهلي، هنتفرج بقى على العوده، هنتفرج على 30,000 مشجع، هنشجع النادي الاهلي هناك، هنشوف ماتش قوي جدا جدا جدا. وهنستنى بكره طبعا بقى ماتش الزمالك وسموحه، هيبقى ماتش قوي جدا، وهنتفرج وهنحلل وهنشوف بقى عيب هنا ايه وعيب هنا ايه، والزمالك هيعمل ايه بكره. والنهارده انتخابات نادي الزمالك، وربنا يسهل وان شاء الله خير في القائمه الموحده، واتمنى ان القائمه الموحده هي اللي تكسب، واتمنى يكون في جديد، واتمنى يكون عندهم حاجه للاصلاح. شكرا، واشوفوا وشكوا على خير، ويلا سلام. ما تنسوش تعملوا لايك فولو سبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، وفعلوا زر الجرس عشان ربنا يكرمكم. سلام.